برحب بيك مجددا كابتن سيف، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم. وعقب فوز الزمالك الكبير على النادي الاسماعيلي في قمه مباريات الجوله العاشره، يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكره من الزمالك. في البدايه برحب بيك على شاشه قناه اون تايم، وبالتاكيد ايضا فوز مهم وثلاث نقاط غاليه وضعت نادي الزمالك على قمه الدوري العام. برحب بيك طبعا، برحب بسيف وكباتن كلهم اللي في الاستوديو، والله يبارك فيك. فوز طبعا مهم النهارده. شفت المباراه زي النهارده، والفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف وحيد على واحد من الانديه الشعبيه والجماهيريه وهو نادي الاسماعيلي. طبعا ماتش صعب يعني. وضع الاسماعيلي في الدوري ما يعكس شخصيه نادي الاسماعيلي وامكانيات لعيبه نادي الاسماعيلي وجماهيريه نادي الاسماعيلي، وبالعكس وضعه في الدوري يخليه يكون اشرس ان هو بيحاول يرجع عن طريق ماتشات كبيره قدام فرقه زي الزمالك. فاحنا كنا عارفين ان هم هيظهروا بشكل يعني قوي، وعارفين ان هم برضو عندهم النشوه بتاعت الجهاز الفني الجديد، ان هم هيبقوا عايزين يثبتوا للجمهور بتاعهم ان هم بيحاولوا يرجعوا. واتمنى ان طبعا نادي الاسماعيلي يرجع في اقرب فرصه في مكانته الطبيعيه اللي هو يستحقها. لكن كان احنا الاهم بالنسبه لنا ان احنا ناخد الثلاث نقط، ان احنا كنا محتاجينهم برضو. يعني يمكن اكتر من نادي الاسماعيلي احنا بننافس على الدوري، ويعني كنا فقدنا نقط في ماتشات. كنا نتمنى ان احنا ما نفقدش نقط في المحطات دي، لكن كان فوز مهم في وقت مهم بالنسبه لنا. شايف ان هدف الاسماعيلي المبكر كان نقطه تحول في اداء نادي الزمالك خلال هذا اللقاء؟ يعني بص، هو الاسماعيلي نازل ماسك كوره وبيهاجم ومش خايف من الزمالك، وعندهم شخصيه النهارده واضحه جدا فالجون بغض النظر الجون جه في الاول او جه في الاخر، هم فرقه كانت بتحاول طول الماتش. يمكن الجون لما جه في الاول فوقنا شويه، احنا برضو كان عندنا نفس يعني الرغبه ان احنا برضو ان احنا اللي نبدا ونسجل، لكن في الاخر هي كوره ثابته في اول دقيقتين. ما كانش فيه لسه تركيز، عدم تركيز من اللعيبه وهي واقفه يعني في الكور الثابته. اهم حاجه ان احنا في الاخر قدرنا نرجع بثلاث اجوان في الشوط الاول، وتحكمنا في الماتش الشوط الثاني كله. الزمالك خلال المرحله الجايه مقدم على مباريات صعبه، هتبدا بلقاء اسوان في اسوان. شايف هذه المواجهه هتكون عامله ازاي؟ كل المباريات صعبه، يعني كل المباريات صعبه وكل الفرق محتاجه نقط. انت اسوان النهارده كسب المصري، فرقه برضو على قد امكانياتها بتعافر وبتحاول وبتعمل نتائج كويسه جدا، وفرقه عندها شخصيه. كل المباريات هتبقى صعبه، واحنا كل ما نفكر في المباراه اللي جايه بنحترم طبعا اسوان، وبنحترم يعني الجهاز الفني بتاعهم والشغل اللي هم بيشتغلوه. لكن برضو احنا الفرقه اللي عايزه تبقى البطل في الاخر لازم تحارب على كل النقط اللي بتلعب عليها، واحنا ان شاء الله يعني هنركز الماتش الجاي ان احنا نرجع من اسوان بالثلاث نقط. ابراهيم نضاي ومصطفى شلبي امتى هيعودوا للمشاركه في المباريات مع نادي الزمالك؟ لما يتعافوا بنسبه 100%. مصطفى شلبي خلاص تعافى، يعني هيبقى يعني الماتش الجاي ممكن يكون موجود، وجهة نظر يعني فنية، بس هو خلاص ما يعني خلاص خرج بره قائمة المصابين، ما بقاش مع الدكتور يعني ولا الجهاز الطبي. ابراهيم نضاي في اخر مرحلة في التأهيل. الونش وخلاص امتى هيرجع ايضا للمشاركه مع نادي الزمالك، او هيعود للانتظام في تدريبات الفريق؟ لا، الونش لسه بدري شويه. الونش سافر خلاص قطر، بيدخل في مرحله تانية من التاهيل في مركز هناك مهم جدا يعني. هيقعد هناك من 3 اسابيع لشهر تاهيل، معمول له برنامج هناك، وبعد ان شاء الله لما يخلص البرنامج ده هيجي يدخل معانا برضو واحده واحده.